يا مساء الجمال على كل حبايبي اللي منورين النهارده في الفيديو. لو سألوكم مين الملك بقول اللي عنده 10 مشترك. هقول لهم ايه؟ يعملوا سبسكرايب، اعملوا لك اشتراك للبتاع وقول لهم يفعلوا زر الجرس. هل عمرك بصيت على الحاجات اللي حواليك اللي بنستخدمها كل يوم؟ كوباية القهوة اللي في ايدك، العربية، الولاعة، اي حاجه بنستخدمها اللي كنا فاكرينها ان هي موجوده من قديم الازل دي. سالت نفسك قبل كده ازاي الحاجات دي ظهرت ومين اللي فكر فيها؟ اغلبنا بيشوف تاريخ الاختراعات على انها سلسله من الابتكارات العبقريه المنظمه. يا ابن اللعيبه يا فاجر. شويه علماء قاعدين في معاملهم وفي الاخر بيطلعوا لنا باللمبه او بالعجله. الحقيقه اغرب من كده بكتير، والمفاجاه هنا ان الاختراعات دي عباره عن ان ناس كانت قاعده بتجرب، او ناس قاعده زهقانه، او ناس قاعده عامله تجربه بالغلط، في الاخر يطلعوا لنا بالاختراعات دي، لكن غيروا مسار البشريه كلها. وتعالوا نرجع بالزمن ونشوف، ونبدا باول اختراع ممكن يجي في بال اي حد: العجله. يا سلام، مين العبقري اللي عملها؟ في نظريات كتير بتقول ان العجله ما كانش اساسها ان هي تبقى وسيله نقل. لو حبيت تتخيل شويه ممكن تلاقي كانت اسطوانه بيلفوا بيها الفخار، يا لهوي يا لهوي. او ممكن كانوا بيستخدموها في رفع الميه. هي البداية جت في ايه ده؟ هي بتلف، طب انا ممكن استفيد منها ازاي؟ يعني بمعنى اصح يا صديقي ان البني ادم من اول ما نزل على الارض وهو بتاع مصلحته. يعني ما تستغربش من صاحبك علاء اللي انت عارف انه بتاع مصلحته. طب خليني اديكم مثال احدث شويه: الانترنت. تخيلوا ان في عز الحرب البارده والامريكان كانوا مرعوبين ان الروس يدمروا انظمه الاتصالات بتاعتهم، ففكروا في شبكه ما يكونش ليها نقطه مركزيه، بحيث لو النقطه اتدمرت الباقي يفضل شغال زي ما هو. يعني الهدف الاساسي كان عسكري بحت. يعني ما حدش فيهم فكر ان هو يعمل شبكه يخلي الناس تتفرج على باجوري، او ان هم يطلبوا اكل. كانت الفكره الاساسيه ان احنا ازاي نفضل متواصلين حتى لو ضربونا. طب والنتيجه ايه؟ حياه كامله اتغيرت. فانت عندك كام اختراع طلع من الخوف ده؟ وحابب اقول لكم على حاجه كمان: الفشل ابو الاختراعات الناجحه. كتير بنسمع عن توماس اديسون ومحاولاته الالف لتجربه اللمبه، ونقول يا سلام على الاصرار، لكن الحقيقه ان تاريخ الاختراعات مليان بفشل ذريع لكن بيتحول لنجاح لا يصدق. طب تعالوا نتكلم عن العربيات. كفايه بقى. هنري فورد ابو صناعه السيارات الحديثه ما كانش اول واحد يعمل عربيه. اول عربيه اتعملت كانت بواسطه كارل بنز سنه 1886. كانت غاليه جدا وبطيئه جدا، وكانت حرفيا ما كانتش عايزه تتباع. كان فشل تجاري ذريع لدرجه يا صديقي ان المدام بتاعته كانت بتاخدها في جوله عشان تسوق لها. يجي بقى لعمنا فورد لما جه يشتغل ما كانش بيحاول يعمل عربيه احسن، هو كان بيحاول يعمل عربية لكل شخص، عربية لأي حد. وده كان هدف مختلف تماما. بدل ما يصمم عربية عبقرية صمم خط إنتاج عبقري. هو ما كانش مخترع السيارة، بس كان مخترع طريقة صناعتها بكميات كبيرة. يعني الفشل بتاع بنز هو اللي ألهم فورد إنه ينجح بالطريقة المختلفة دي تماما. تخيل حتى أشعة إكس. ويليام كان بيعمل تجارب على أنابيب التفريغ الكهربائي في مختبره، وفجأة لاحظ إن الشاشة قريبة منه بتنور لما التيار يشتغل. ما كانش عارف إيه اللي بيحصل. جاب ايده وحطها قدام الجهاز، شاف عظم ايده. انتوا متخيلين المفاجأة؟ هو ما كانش بيدور ازاي يشوف كسور العظام، هو كان بيجرب حاجة تانية وطلعت معاه كده. واشهر مثال على الاطلاق الفياجرا. ما انتش يا باولو، ما انتش يا باولو. انا سامعك يا صديقي، بطل قلة ادب عشان ملوش علاقة باللي احنا بنستخدمه بيه دلوقتي. ده كان اصلا بيتم تطويره لعلاج امراض القلب والذبحة الصدرية، لكن اثناء التجارب لاحظوا اثار جانبية ملهاش علاقة بالقلب، وانت طبعا عارف ايه. ومن هنا تحول من دواء المفروض ينقذ حياة لحاجة تانية خالص. وفي النهاية الاختراعات عبارة عن مراية لينا، وبتورينا ازاي ممكن صدفة او فشل يغيروا في شكل مستقبلنا. انت المفروض تبدأ في انك تعمل شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. يلا بينا.